السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا كلها. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ كل مليون سنة يا حبايب قلب وانتوا طيبين. النهاردة 3 رمضان، ربنا يا رب كده يعيننا ويقوينا يا رب ويتقبلوا مننا، وكل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا كنت بس حابة إن أنا دردش معاكم في موضوع مهم جدا للغاية. ممكن الناس تشوفه بطريقة تانية ان هو مش مهم، بس بالنسبة لي انا بصراحة والناس كتيرة برضو، يعني في كل فيديوهاتي في من كل هيتفق معايا وفي منكم اللي مش هيتفق معايا، فديت وجهة نظر كل حد فيكم وتحترم طبعا. تمام يا حبايب قلبي. انا جاية اتكلم في موضوع ان الصلاة في الجامع. يا حبايب قلبي، الجامع ده مكان للعبادة وللصلاة، مش للكلام، مش للحكاوي، مش ان احنا جايين نقول دي مرات ابني عملت، وديت تقول ده حماتي عملت، وديت تقول اختي جوزي عملت، ودي تقول سلفتي عملت، وانتي عملتي ايه في الفطار النهارده؟ انا عملت كذا. لا ده سلفتي جابت لبس العيد. كلام وثرثرة بصراحة. بتخنقنا. فالجامع يا حبايب قلبي للصلاة، مش للحكاوي وللكلام اللي انتوا بتقولوه ده غير بقى يا حبايب قلبي اللي جابه ولادها معاها وعاملين صوت فظيع جدا في المسجد، وبيبقى فيه طبعا ستات كبيرة موجودة في المسجد، وكمان بيعملوا شوشرة بيلخبطونا في الصلاة. واحنا واقفين بنصلي بنلاقي الولاد وناس كبيرة، يعني بنات، يعني في سن ال 18، في السن ده بتعدي من قدامنا واحنا بنصلي، وده طبعا غلط وما ينفعش وحرام. فليه يا حبايب قلبي؟ ليه المكان ده للصلاة والعبادة فقط لا غير. نقعد الشوية اللي احنا قاعدينهم، سواء رحنا قبل الأذان ما يأذن وقبل إقامة الصلاة، في وقت مستحب ان انت تقعدي تقرأي القرآن او تسبحي او تذكري الله. يا حبيبة قلبي، صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله كتير. احنا رايحين المكان الجميل ده علشان نصلي ونعبد ربنا ونذكره. ليه الشوشرة اللي انتوا بتعملوها دي؟ انتوا بتشوشروا علينا، انتوا بتخلونا نزهق ان احنا معلش ما نروحش الجامع والمسجد، نروح نصلي تاني. فيا حبايب قلبي، اتمنى لكل اللي بيعمل كده، اتمنى لكل اللي بتاخد اطفالها معاها تعلمهم ان هم يقفوا جنبها ويلتزموا بالصلاة. فيه امهات لسه عندهم اول بيبي، وجايبين البيبيهات يا عيني بتاعتهم وقاعدين يعيطوا عشان هي تصلي. لا، انا ارفض كده، معلش. انت عايزة تصلي صلي على عيننا وراسنا وكل حاجة، بس المهم ان انت تخلي طفلك مع اي حد في البيت. لان الطفل طبعا اللي بيبقى لسه بيبي مولود بيقعد يعيط كتير وازعاج للمصلين. يعني مثلا انا ممكن اتقبل ده، واحدة تانية ما تكونش متقبلة، والعكس. يعني انا ممكن ما اكونش متقبلة وحد غيري متقبل. فيا حبايب قلبي، اتمنى منكم ورسالة لكل اللي بيروح يصلي، أرجوكم التزموا بالجامع، التزموا بالمكان الجميل اللي احنا بنبقى موجودين فيه، التزموا الصمت عشان ما تشوشروش على غيركم، عشان يعني ده ما يرضيش ربنا. وانا والله مش بقول كده علشان انا بس، لان في ناس معايا برضو اشتكوا بقى وزهقانين قالوا لا احنا نصلي في البيت احسن. فليه احنا بنستنى الشهر ده من السنة للسنة؟ بتبقى فيه روحانيات جميلة ان احنا واحنا في المسجد كده بنصلي، وبيبقى صوت الشيخ اللي بيقرأ، مش اي جامع كمان او اي مسجد جنبنا بنروحه، لا احنا بنختار الشيخ اللي صوته يوصل القلب، الشيخ اللي بيقعد يخلي كده الواحد غصب عنه تقعدي وتلتزمي بالصلاة. فليه يا حبايب قلب تضيعوا علينا الفرصة دي؟ رجاء من كل أم ما تاخدش أطفالها معاها، يعني خدتهم تعلمهم إن هم ما يعملوش شوشرة. المامي اللي معاهم بنوتاتهم أو بيبيهاتهم الصغيرة، يا حبايب قلبي اقعدوا في بيتكم. معلش مش هينفع، لان البيبي ده ذنبه ايه؟ ذنبه ان يفضل يصرخ؟
يعني تعب عليه، على البيبي، وتعب على الناس اللي بتصلي، بتخلينا مش مركزين خالص في الصلاة. ويلا يا حبايب قلبي، كل مليون سنة وانتم طيبين. ويلا اللايك الجميل والاشتراك في قناتي عشان يوصلكم مني كل جديد، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.